النهارده هنعمل وصفة الإكلير، سهلة جدًا وبسيطة، بالرغم من سهولتها وبساطتها إن في كتير أوي بيخافوا يعملوها، وبيضطروا إن هم يشتروها من برّه، يقول لك لأ إحنا مش ضامنين تطلع معانا مضبوطة. عاوزة أقول لِك إن الدستة دلوقتي وصلت ل360 جنيه. النهارده هنعمل مع بعض 30 قطعة بأقل من 100 جنيه. شُفتِ وفّرتِ قد إيه؟ وهتطلع معاكِ جبارة. وهنحشيها بالباستر كريم، وهنعمله مع بعض من الألف للياء. قد كده بقى. شُفتِ إزاي الفيديو النهارده هيبقى مفيد ليكِ؟ يبقى تشتركي معايا في القناة وتفعّلي الجرس وتعملي لايك وشير. أنا عندي طاسة وحطيت فيها كوبايتين من المَيّة وحوالي 100 جرام من الزبدة، يعني تِلت كوباية كده، ورشة من الملح ومعلقة سكر. هاسيب طبعًا كل ده يغلي مع بعضه، وطبعًا الزبدة تسيح، وأكون مجهزة عندي الدقيق وهو كوباية ونُص من الدقيق. تمام. أول ما أحط الدقيق كده أبدأ أوطّي النار عندي وأقلّب الدقيق في قلب الزبدة والمَيّة أو الخليط اللي موجود عندي. أنا مش عاوزة الدقيق يبان خالص، أنا عاوزة الدقيق يختفي تمامًا ويتكوّن معايا عجينة كده زي ما أنتم شايفين، وهافضل كده أقلِّب فيها، وده علشان أنا عاوزة أخلّي العجين أو الدقيق يستوي معايا ويبقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أول ما يوصل معايا للكتلة دي، أبدأ أحطها في بولة وأسيبه بقى إيه، يعني يبرد شوية. وبعد كده أحط نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وأكون مجهّزة البيض بتاعي. لو بيضِك صغير يبقى تحطّي قد إيه، تحطّي 6 أو 7 بيضات، لو البيض كبير تحطّي 5 بيضات. تمام. أحط بيضة، بيضة، وهافضل أضرب أول بيضة لغاية ما تختفي تمامًا، ومش هانزل بالبيضة التانية إلا أمّا أتأكد إن البيضة الأولانية اختفت. وما تنسوش رشة الفانيليا، دي مهمة جدًا. وبعدين هانزل برضه بالبيض زي ما اتفقنا لغاية ما يخلص كلّه تمامًا. وبكده أعرف. طب إزاي أعرف دلوقتي يا نبيلة إن البيض كده اكتمل والعجينة مش محتاجة بيض تاني؟ هتعرفي ليه؟ هتعرفيه إزاي؟ هتعرفيه لمّا تيجي ترفعي العجينة كده معاكِ، تطلع معاكِ شكل منقار كده. وهاقول لِك إزاي. يعني لمّا أكون باقلِّب العجينة معايا كده، ألاقي إن في منقار زي ما أنتم شايفين كده، هو ده القوام اللي أنا عاوزاه. كده أنا كده نجحت في إني أوصل للقوام الصح. أكون عندي بقى هنا كيس حلواني وأحط فيه القمع بتاع عجينة الشوم أو الكلير، ويبقى ده قمع مشرشر وواسع شوية زي ما أنتم شايفين كده. وعندي صينية مجهزاها وأدهنها شوية بس زيت بسيط كده بالفرشة، وأبدأ إن أنا أرص الإكلير بتاعي، أضغط كويس أوي على القمع لغاية ما تطلع معايا قطعة الإكلير، وأقص آخر طرف كده بالمقص عشان يطلع معايا الfinish مضبوط. وأحاول على قد ما أقدر إن كل الصوابع تطلع قد بعض، ويبقى مقاس واحد، ما يبقاش واحد أكبر من التاني، على قد ما أقدر يعني. تمام. وهاعمل كده في باقي الصينية كلها. هنا بقى النقطة المهمة، ودي تعتبر أهم نقطة عندي، هي التسوية. الفرن هنا يكون يعني سخن على درجة حرارة 200 درجة. أدخّلها على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20، 25 يعني دقيقة بالضبط، يعني 20 دقيقة بالضبط. وبعدين أوطّي درجة الحرارة على 180، واوعي تفتحي عليها الفرن أبدًا. الفرن ما يتفتحش عليها أبدًا. يعني الأول 200 درجة، وبعدين لمدة 25 دقيقة، وبعدين أوطّي النار لإيه، ل180 أو 170 كمان 25 دقيقة أو 20 دقيقة، واسيبها على مهلها لغاية ما وشها يحمر. هاجي بقى هنا لكريمة الباستري. حاجة عندي كوبايتين لبن، هانزّل عليهم معلقتين من الكاستر و5 معالق من السكر ورشة فانيليا. هاقلّب ده كلّه مع بعضه وهارفعه على النار، بس أقلّبه دلوقتي الأول على البارد. وأول ما أرفعه على النار إيديّا طبعًا فيه على طول لغاية ما يتقل معايا ويدّيني اللون ده، واللون ده نتيجة اللون بتاع الكاستر، لإن الكاستر أنا جايباه جاهز. وبعدين أحط فيه قطعة زبدة كده لمّا يتقل معايا ويتخن، وأبدأ أقلِّب فيه. ولمّا يبقى كده الزبدة تدوب فهاغطّيه بورق بلاستيك وأسيبه على جنب لغاية ما يبرد خالص. في الوقت ده هو اللي بيبرد فيه أكون مجهّزة عندي كريمة، يا إمّا كريمة خفق يا إمّا كريم شانتيه مع كوباية صغيرة من المَيّة، وتكون المَيّة ساقعة. وأضربها لمّا توصل للتخانة دي، وأنزّل عليها كريمة الباستري أو كريمة الكاستر عليها، وأقلّبهم مع بعض. وكده الحشوة بتاعتي كده بقت تمام. وهنا ده حشوة الحشوة دي أو الكريمة دي اسمها كريم الباستر كريم، ودي من أغلى الحشوات اللي بيعملوها وبيقولوا عليها غالية جدًا. أنا مش شايفة فيها حاجة خالص. هنا عندي شوكولاتة هادوبها على حمام مَيّة أو في الميكروويف، وشوية سوداني مجروش،
وحطيت خلاص الكريمة عندي في قمع الحلواني. هاجي بقى هنا، شايفين الإكلير طلع معايا خفيفة، تمسكيها تحسي إن هي خفيفة خالص، ولما افتحها من جوه هفتحها معاكم على فكرة وقدامكم اهو، قد ايه من جوه مفرغة ومستوية عشان سبتها تستوي براحتها زي ما قلت لكم. وهعيدها تاني، احطها الاول على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة، وبعدين اوطي على 180 واسيبها كمان 20 دقيقة او 15 دقيقة على حسب الفرن بتاعك، واسيبها تبرد براحتها. وبعد كده احشيها بالكريمة زي ما انتم شايفين كده، سهلة قوي، واحطها بالشوكولاتة. انا كده خلاص الكلير بتاعي خلص، سهل جدا وبسيط. عاوزة اسيبيه كده شكله حلو قوي. انا حبيت ان انا عندي شوية سوداني وبيدي طبعا قرمشة كده حلوة، فحطيتها على الوش. وكان عندي شوية كراميلا، حطيت برضو شوية كراميل، صوص كراميل على الوش. بصي انت ليكي تعملي اللي انت عاوزاه، بس اهم حاجة الحشوة والبسكوتة نفسها تطلع كويسة، وقد ايه تطلع معاكي هشة وجميلة ولذيذة. يا رب تعجبك الوصفة، ويلا قومي اعمليها وفرحي اولادك وابهري ضيوفك. لذيذة. اشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس، اوعي تنسي.